اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ احنا النهارده هنترنطن على رايي يعني دنيا سمير غانم عند والدتي. فانا النهارده معزومه برضك عند والدتي، فعامله لنا طبيخ بطاطس باللحمه وعامله كفته وسمبوسه وطبيخ كوسه. فدلوقتي بقى هتخشوا معايا الفيديو وهنشوف احنا هنعمل الاكل ده ازاي. وقبل ما تخش على الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وهنشوف الفيديو بتاعنا مكونات الطبيخ ان شاء الله ايه، وبرضك هنكمل معاكم بعد الفطار هنروح فين وهيبقى يومنا ماشي ازاي. يلا نخش بقى على الفيديو، ويلا ما تنسيش في اللايك، ويلا بينا. بصوا بقى يا جماعه، احنا دلوقتي هنسلق اللحمه. فماما بتشوحها. بصوا بقى اللحمه بتاعت ماما، والله انا بسلق اللحمه عندي طعمها مختلف خالص عن لحمه ماما. طعم اللحمه عند ماما مسلوقه ولا شربتها خطيره. فهي هتقول لكم دلوقتي بقى بتعملها ازاي. ايه ده؟ شوحتها السلمى. السلام عليكم الاول، كل سنه وانتم طيبين وبصحه يا رب. انا شوحتها حته سمنه وكنت مسكتها وحباها عادي خالص زي ما بنعمل اي لحوم. تمام. وفراخ. والبتاع ده اهم حاجه بنحط لها الورق بقى اللوري حاجته والجزر صغيره خالص. وبتاع والطماطم والبتاع الميه لازم تكون مغليه. تمام. اهي الميه مغليه. الميه هي مفروض الميه لازم الميه تكون مغليه. يبقى طعمها في منتهى الجمال. شويه فلفل اسمر وورق لوري كده وبهارات لحمه صغيرين صغيرين خالص. وبس هو دي سلق اللحمه والشغلانه يعني بس. تمام. خلاص عليكم معايا بقى اما نشوف هنكمل الفيديو ازاي. دلوقتي بقى قلت اما اعمل السمبوسه. بصي بقى، انا بجيب السمبوسه بتاعتي بحط فيها اي مكونات موجوده عندك في التلاجة. بصي، عايزه تحشيها لحمه مفرومه متعصجه، احشيها لحمه مفرومه متعصجه. انا بقى بقوم جايبه الجبن كلها اللي موجوده اللي في التلاجة، اللي بتبقى فضلات، يعني حته جبنه كده صغيره مرميه كده في التلاجة، جيبيها مع حته جبنه مردك نوع تاني، مع مش عارفه ايه، مع فلفلايه. بتعملي حشو جبار ويبقى طعم السمبوسه بالجبنه بجد رهيب. انا كان عندي جبنه رومي، وكان عندي جبنه فيتا او دومتي او اي نوع من اللي هي الكريمي دي، وحطيت عليها فلفل، حطيت عليها رشه ملح ورشه فلفل اسمر. ودي احلى حشو ليه سمبوسه بجد تحفه. بيبقى طعمها رهيب. المهم جبت بقى السمبوسه وهبدا بقى دلوقتي اللي انا احشيها. وبعد ما احشيها طبعا بتقوم محمراها. فدلوقتي زي ما انتم شايفين بقى دي الحشو بتاع السمبوسه بتاعي. زي ما اقول لكم، الجبن الفضلات كلها، الجبن اللي موجوده في التلاجة عندك هاتيها وحطيها في السمبوسه، بجد بيبقى طعمها رهيب. انا عن نفسي بحب السمبوسه المحشيه جبن احسن كتير جدا من اللي محشيه لحمه مفرومه متعصقه. تمام. وعايز احط بقى جبنه موتزاريلا عندك، عايزه تحطي اي اللي عندك حطيه. عايز تعملها بالخضار هتبقى طعمها حلو جدا. كان عندي بقى مخلل، حطيت كام مخلل خيار معاها، كان طعمها جبار. وقلبت المخلل الخيار بردك مع الجبن اللي موجوده عندك. ساعات بتبقي انت جايبه راميه في التلاجة عندك حته جبنه وسايباها نسياها، لمي اللي موجودة عندك وهتاكلي احلى شوية بسبوسة ايه، سمبوسة فبجد هتعجبك جدا. وانت طبعا تقفليها، بتجيبي بس شوية دقيق وعليهم شوية مية، وتقفلي السمبوسة بالدقيق والمية بس كده. وتقليها تحفة رهيبة. انا عندي البنات بيعشقوها بصراحة، وعمايلها سهلة يا بنات، فبصراحة بتبقى حلوة بس كده. فبدأت بقى ان انا اخلصها. وهنخش برضك على الصنف اللي بعده. هي طولت معايا كده ليه؟ المهم ان شاء الله الفيديو يعجبكم. اتمنى لو وصلت لحد كده لحد هنا تعملي لايك
ونخش بقى على التسبيكه بتاعت بصوا يا جماعه، دي التسبيكه ماما سبكتها، فانا مش عايزه اقلبها كتير بس عشان هي بتتسبك دلوقتي، فهي عاملاها عشان هتعملي ايه طبيخ بقى؟ هعمل كوسه وبطاطس. طبيخ كوسه، يعني هتاخد حبه منهم لطبيخ الكوسه وتاخد حبه منهم بس لما تتسبك شويه لطبيخ البطاطس. طب قولي لي بقى هتعمليها ازاي؟ هي طبعا بحمر سهله يعني. البصله عادي خالص، بس بصله صغيره خالص لان ما بحبش مع البطاطس بصل، انا بحب مع البطاطس تومه تمام، بس تمام. في التسبيكه. بس انا اضطريت احط البصل علشان خاطر الكوسه، هعمل كوسه كمان. تمام. بس والبصله بتتصفر بس بلاش تغمق، وعليها حته التومه وشويه الفلفل الاسمر، بس تتشوح كده الفلفل الاسمر وشويه ملح صغننين مع البصله في الاول، وبعد كده التومه، وبعد التومه عصير الطماطم، وبعد عصير الطماطم بتقوم حاطه شويه سكر صغننين خالص. تمام. عشان الحموضه يعني بتاع الطماطم. تمام. بس مش اكتر، وتسيبها بقى تتسبك. بس في الاول حطيت حته سمنه وشويه زيت. تمام. وكتري الزيت سنه علشان يخلي التسبيكه حلوه بس تمام. مش اكتر. يلا. تمام، خليكم معانا بقى. طبعا هي هتاخد منها نصها للبطاطس ونصها تاني للكوسه، وهتزودها بقى بشويه الشوربه وبس كده. على فكره يا نهى، اي طبيخ بيتعمل كده. اي طبيخ بيتعمل اي طبيخ. يلا خليكم معايا بقى. وهي دلوقتي هنعمل بقى عصير المانجا، وانا خلاص عملت السمبوسه اهي زي ما انتم شايفين. عملت اهوت السمبوسه اهو، عملت ما شاء الله كميه حلوه. هحمرهم وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه بقى. بصوا يا بنات بقى، هنا جبت بقى على بصلتين كده، وعلشان خاطر هعمل كفته بانيه بس تحفه. المهم جبت البصل وهبشره وهاخده عادي بميته، لان هحط في الكفته هحط بقسماط وهحط بيض. في مقدار النص كيلو لحمه باخد بصلتين كده كويسين يعني وسط، وعليهم بيضتين، وعليهم في حدود نص كوبايه بقسماط. تمام. وطبعا ملحك وفلفل الاسمر بتاعك وبهارات اللحمه، وتدعكيهم كده في بعض لحد ما يبقوا قطعه واحده كده، وتبداي بقى اللي انت تصبعيهم. لو كان عندي بقى بقسماط تاني، انا ما كانش عندي بقسماط اللي هم الحبه اللي انا حطيتهم دول، كنت بعد ما صبعتها كنت حطيتها في بيض وبقسماط وقلتها. فانا ما كانش عندي الا البقسماط ده، اضطريت بقى ان انا اصبعها واقليها من غير ما احط لها طبقه بيض وبقسماط في الاخر. بس كانت بجد تحفه، وما بتاخدش في ايديكي حاجه. عموما الكفته دي سهله جدا جدا وبسيطه، وفي نفس الوقت طعمها خطير وسهله. دلوقتي بقى انا هبدا ان انا احمر السمبوسه. خلاص بقى كان المغرب قرب يقدم، فهحمر السمبوسه معاكم. وخلاص الرز كان اتعمل، واللحمه كانت خلاص يعتبر استوت، والخضار زي ما انتم شايفينه كان بردك البطاطس محطوطه على النار، وماما كانت قاعده بتعمل الكوسه، فيعتبر خلصنا خلاص. حلو له. هنا بقى كنا خرجنا دبدوب غزالة. حلو، عجبتك؟ جميلة قوي. طب ماشي خلاص، جميل. وريها لهم كده. الغزالة ده عجبكي؟ ايوه جميلة. يلا احنا دلوقتي هنروح نشتري شويه حاجات. تمام. نشتري ايه بقى؟ اشوف لسه. ماما عايزة اللعبة دي. لا خلاص بقى، انت كده تاكلي عسل، ما عادش في لعب. لا عايزة ارجع دي خلاص. لا والله ما نرجع حاجه. إيه. لا دي جميلة. يلا دي زحمه زي احمد، زحمه زي احمد، زحمه زي احمد. وهنا يا بنات بقى كان ميعاد السحور، فقلنا نقضيها كده سندوتشات فول وطعميه. نعدي المحل، شايفين المحل زحمه ازاي. رحنا جبنا بقى سندوتشات فول وطعميه،
وقمنا واخدينها ورحت عند والدتي اتسحرنا هناك. وبعدها بقى خلاص خلصنا يومنا. وده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بحفظ الله.